كل سنة وانتم طيبين. طبعا رمضان داخل علينا، وفي رمضان دايما بتبقى الوصفة الأساسية المحاشي. هنعمل النهاردة الرز بالخلطة بتاع المحشي، ينفعنا في كذا نوع من المحشي. يلا بينا. أول حاجة معانا الحلة بتاعتنا، هنحط فيها شوية من الزيت كده زي ما انتم شايفين. طبعا المحشي بيحب كمية زيت تكون زيادة شوية. وهنجيب بصلاية مفرومة ننزلها على الزيت بتاعنا، طبعا بعد ما نتأكد ان هو سخن، ونقلب بقى كده في البصلة بتاعتنا لحد ما تاخد اللون الجميل ده. تمام، تبتدي يبقى منها لسه ذهبي ومنها حاجات بدأت ان هي تاخد لون غامق شوية، ما تبقاش كلها اللون الغامق. وبعد كده ننزل بنص كيلو من الطماطم المفرومة في الخلاط. تمام، بعد الطماطم لازم نسيبها ان هي تتسبك خالص، وبعد كده نشيلها بقى من على النار. هننزل عليها بنص كيلو من الرز ومعلقه صغيره من الثوم المفروم، وفلفلايه كده متقطعه من الفلفل الاخضر. طبعا الملح والفلفل الاسود والكمون والسبع بهارات دول اساسي، والخضره بتاعتنا كزبره وشبت وبقدونس. ونقلب الكلام ده كله مع بعض زي ما انتم شايفين كده. بجد مفيش احلى من كده خلطه بتاعه المحشي، بجد تحفه جدا جدا، ريحتها حلوه قوي، خفيفه مش عاملينها تقيله. وننزل كمان بمعلقتين كده كبار من الزيت. بجد خلطة سهلة وسريعة، مش بتاخد وقت، وبجد طعمها تحفة وخفيفة مش تقيلة. أتمنى بجد تجربوها وتكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، لايك وشير لو عجبكم الفيديو.